أعلن المكتب الوطني للمطارات في المغرب عن مشروع ضخم لتوسيع مطار الدار البيضاء عبر إنشاء محطة جوية جديدة باستثمار قدره 15 مليار درهم، وذلك بهدف زيادة عدد المسافرين إلى 3 أضعاف بحلول كأس العالم 2030. ومن المقرر أن تصبح هذه المحطة مركزاً رئيسياً للسفر في إفريقيا، مع ربطها مستقبلاً بخط القطار الفائق السرعة الذي سيصل بين القنيطرة ومراكش. يأتي هذا المشروع ضمن خطة شاملة لرفع الطاقة الاستيعابية للمطارات المغربية إلى 78 مليون مسافر سنوياً، لمواكبة النمو المتوقع في حركة الطيران قبل البطولة العالمية التي ستستضيفها المملكة بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال. ومن المتوقع أن يستقبل مطار الدار البيضاء 35 مليون مسافر بحلول عام 2029، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 26 مليونا في 2030. كما تستعد الخطوط الملكية المغربية لتوسيع أسطولها إلى 200 طائرة بعد كأس العالم التي ستستضيفها المملكة بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، في خطوة تعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي ودولي للنقل الجوي.